الست دي كانت بتجمع المحصول من الزرع بتاعها، وفجأة لقت واحدة ست ومعاها طفل صغير جاية بتكلمها وبتقول لها: لو سمحتي أنا محتاجة مساعدة، أنا زعلت مع جوزي وطردني من البيت وعاوز أرجع بيت أهلي ومش معايا فلوس، ممكن تسلفيني تمن التذكرة؟ ووعد مني ليكي إن أنا هبعتلك الفلوس دي مجرد ما أوصل، ممكن تسلفيني 500 يوان تمن التذكرة. فالست حطت إيديها في جيبها ما لقيتش إلا 200، فقالت لها: للأسف أنا مش معايا إلا 200 يوان بس، خديهم. فأخدت منها الفلوس وقالت لها: المشكلة ان مفيش حد راضي يسلفني، كل الناس خايفة مني لانهم ما يعرفونيش. لسه هتمشي فالست نادت عليها وقالت لها: استني، ما تمشيش، استنيني هنا دقيقة واحدة. وجريت بسرعة ودخلت بيتها، اخدت من الدرج بتاع جوزها 300 يوان. فجوزها بيقول لها: واخدة الفلوس دي ورايحة فين؟ حكت له، قال لها: دي ست النصابة، انت بتصدقي، دي بتضحك عليك عشان تاخد الفلوس. في الوقت ده اخت جوزها كانت سامعة الحوار كله، جت واديتها 300 يوان وقالت لها: انا هساعدها. رجعت الفلوس، رجعتها ما رجعتهاش مش مشكله. ورجعوا تاني للست وادوها الفلوس وادوها شنطه الاكل. الموقف ده بيتكرر معانا كتير وبيحصل كل يوم تقريبا، وبنسمع نفس القصه من ناس كتير. لو واحده ست جت طلبت منك الطلب ده معاها طفل، هتساعدها بكل اللي في جيبك، ولا هتقول لا انا محدش يضحك عليا، ولا هتعمل ايه؟ منتظره ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.